حواديت الشارع ما بتنتهيش، وكل قصة أغرب من اللي قبلها، وخصوصا لما بوصل لمكان قصته من مئات السنين ولسه لغاية النهاردة أهل المكان زي ما هم ما اتغيروش. نقول أهلا بيك. الحوزاوي بحييك. قريب من شارع المعز في القاهرة دخلت زقاق صغير جدا اسمه سوق الحمزاوي الصغير، وهو أكبر سوق لتجارة العطارة في مصر. ما كنتش متخيل إن مصر فيها حاجة زي كده. موضوع كبير جدا، مش بس بيقتصر على شوية التوابل اللي الواحد عارفهم، فلفل وملح وكمون، لا، في أنواع كتير، في منها في الأنواع الطبية وفي الأنواع الغالية، صح؟ هي دي مملكة العطارة في مصر. مصر كلها بتشتري عطارة من هنا، دي بورصة العطارة مصر كلها. دايما بشوف الألوان دي وجمال تنسيق البضاعة في الأفلام الأجنبية أو فيديوهات لدول جنوب شرق آسيا، ولكن في مصر الوضع كان مختلف تماما. السوق كان مليان روايح من كل صنف ونوع، هتحس إن جيوبك الأنفية بتشم روايح لأول مرة، ألوان كتير وزيوت وعطور وبخور. اما الحمزاوي الصغير ده عطاره وعلافه منذ قرن القديم الازل. انا بقالي في المهنه اكتر من 55 سنه، الاف الاصناف، يعني فوق الالاف الاصناف. في عندك العصفور، في عندك روزماري، في عندك الزعتر، في نعناع، تعد زي ما ربنا سبحانه وتعالى وان تعد نعمه الله لا تحصوها. كنت بقف مع التجار وكانوا بيكلموني عن المكان وعن تاريخه، وكان كل واحد منهم فخور بنفسه وعارف قيمة المكان اللي هو واقف فيه، واللي غالبا بيكون ورث المهنة من أجداده. اتولدت لقيت ابويا هنا، في حوالي بتاع 40 محل او 50 محل. فاحنا هنا في سوق الحمزاوي، واحد يعتبر اكبر سوق للعطاره في القاهره، بورصه العطاره اللي بيجي اصلا تجار العطاره من الاقاليم ومن المحافظات ومن المدن الثانيه بيجوا يشتروا العطاره من هنا. أسواق القاهرة حكى عنها كتير من المؤرخين، زي المقريزي اللي قال إن أسواق القاهرة من أجمل أسواق الدنيا، وفيها كل حاجة ممكن أي إنسان يحتاجها، وكانت قوافل الحج بتيجي هنا عشان تاخد المؤن بتاعتها وبضاعة تكفيها في رحلة الحج الطويلة. كان بيقول أن في أسواق القاهرة ترمى يوميا 1000 دينار من الزبائن، فتخيل الأسواق كان شكلها عامل إزاي. لأن الأسعار هنا أرخص بكتير، يعني أنا عن تجربة شخصية أنا جيت وجربت. يعني الفلفل اللي احنا هنا بنباعه مثلا ب 380 جنيه هتلاقيه بره ب 600 جنيه. كمون نفس الكلام، 220 جنيه هنا هتلاقيه بره مثلا ب 300 400 جنيه. القصة ما انتهتش بس جوه السوق، ولكن لما حسين قرر كمان اننا نكمل شوية ونستكشف الأماكن اللي بيتطحن فيها الحبوب. من اقدم الاماكن اللي فيها مطحنه. دلوقتي المطحنه دي المكان اللي بيتم فيه طحن الكمون واليانسون والشطه. أنا شامم الريحة من هنا. الريحه ربنا يكون في عون الناس اللي بتشتغل. انا ما كملتش ربع دقيقه على بعض. فتخيل قدامك شطه بتتاكل. انا وقفت قدام اليانسون كان يغمى عليا. فبصراحه مكان جميل جدا واكتشاف جميل قوي بالنسبه لنا، وربنا يعين كل واحد على قد شغلته. بجد والله فعلا ريحة حلوة، أنا ما جيتش المكان ده قبل كده. انا عايزك بس تجرب نص دقيقه تقف قدام الراجل وبيطحن يانسون. احلى حاجه عنده. الموضوع ده بقاله اكتر من 150 سنه. 150 سنة المطحنة دي. مبدئيا كان مش في مكن، اه بيدقوا في الحجره. هنا حديده، شفت الحجر بتاع الطعميه؟  زيه كده بس بالحجره بقى، ايه، بالحديده اللي البني ادمين بتدق من قصاد بعض، بيقعدوا يدقوا الحاجه. يعني مثلا الكيلو ممكن ياخدوا فيه نص ساعه قبل ما ينعم. الكيلو. سبحان الله، دلوقتي الموضوع بقى اسهل كتير. تحط الحاجه كده في المكنه تنزل من الناحيه الثانيه ينعم. اكيد يعني. بس المطحنه دي احنا هنا المحل ده بقاله اكتر من 150 سنه. اسمها ايه المطحنه؟ مطحنه هاشم. حامد هاشم، محل حامد هاشم. كان نفسي اقدر اوصف لكم الروايح الجميلة اللي مغرقة الشارع، كل طحونة هنا ليها تاريخ وليها قصة. حسين انت دايما بتبهرني بالاماكن اللي انت بتوديهاني. عشان انت حبيبي يا ده. النهارده كنا في سوق الحمزاوي، واحد من اكبر اسواق العطاره الموجوده في القاهره، او زي ما قالوا لنا بورصه العطاره. هنشوفكم في فيديو جاي. سلام.